لما لعب بيه في وسط ملعب كلاعب ارتكاز يعني الامور اختلفت. هنا امن الاستلام على طول انخيل دي ماريا شوف الانطلاقه الارجنتينيه يلعبها حلوه قوي التفاهم واول اهداف اللقاء. اول اهداف اللقاء بالتخصص هيجوايين هو سر البقاء اليوم لانخيل دي ماريا في التشكيله، ويبدا بيه على حساب اوزال ويبدا ايضا بكاكا اليوم. هيجوايين واللاعب انخيل دي ماريا ثنائي ممتاز جدا في اللقاء الاخير اللي لعبوه امام فريق نادي اسبانيول، وكان بقى صناعه الاهداف يعني ببراعه، وايضا امام فريق نادي ريال بيتيس. ادي امامنا الهدف للاعب هيجوايين بالتخصص. هيجوايين سجل هنا في هذا الملعب في العام الماضي هدفين في لقاء الدور الاول 4-1. شوف انخيل دي ماريا، شوف التحرك والتمرير هنا وتوقيت التحرك من جانب اللاعب هيجوايين وكيفيه كسر مسيره التسلل، وهدف هنا. والحارس روبن الذي لعب في المباراه السابقه كبديل للحارس ويلي كابايرو بقى لما كان طرد ويلي كابايرو في مباراه ليفنتي. ادي امامنا هنا اللاعب كريستيانو رونالدو، ويعني هنا يعني قام بعمل خير لانه لم يضع قدمه في النادي ريال مدريد النهارده بلعبهم الاحتياطيه. استلام نادي الملكي. ادي امامنا الكره العرضيه كريستيانو رونالدو هنا ما بين ديميكلس واللاعب ماتيسن. شوف امامنا الكوره ادي كريستيانو رونالدو الذي لم يسجل، بقول لحضراتكم منذ ان سجل في اياكس تقريبا قرابه الشهر ما سجلش في اطار مسابقه الدوري. وهنا امامنا بقى الكوره اللي يعني كان فيها الاداء المميز جدا والتحرك الجميل، وانخيل دي ماريا هو من يصنع. وادي امامنا كريستيانو رونالدو سجل في ريو فايكانو وثلاث اهداف، وفي سراقوستا ثلاثه، وفي ختافي كان سجل هدف في البدايه. طبعا امامنا هي الجمله الحلوه قوي، شوف انخيل دي ماريا وشوف الكره ملعوبه ازاي يخطئها ماتيسن، ويعني هنا اتكلوا على بعض ماتيسن وايضا ديميكلس، لكن انخيل دي ماريا مرر لهيجوايين هدف في الدقيقه 11، وايضا انخيل دي ماريا مرر لكريستيانو رونالدو هدف بيسجل في الدقيقه 23. وديميكلس الاثنين مش متفاهمين وفي اخطاء كبيره. كريستيانو رونالدو مرور اول ومرور سهل وهدف رائع 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 من كريستيانو رونالدو. امامنا بيتشيتش العام الماضي ب 41 هدف في مسابقه الدوري الاسباني، يتقدم هنا بهدف ثالث وهدفه الثاني في هذه الليله. النادي الملكي في هنا في ملعب المباراه ملعب لاروساليدا. ادي امامنا مورينيو يبدو واثق في موسمه الثاني مع النادي الملكي في سعيه وزحفه نحو لقب الدوري الاسباني وايضا لقب الشامبيونز ليج، ولما لا. والنادي الملكي يملك كل مقومات البطل في كره القدم الاسبانيه والاوروبيه. هنا امامنا الاستلام، شوف كريستيانو رونالدو عدى بسهوله جدا وسط الملعب. النهارده مشكله يعني دايما بيلعب بماريسكا وتولالو، النهارده بيدفع باللاعب ايكوينو امام قلبي الدفاع، ولكن ماتيسن ديميكلس وطبعا ايكوينو تولالو حتى لكن انخيل دي ماريا احد نجوم هذه المباراه، صنع هدف الاول والهدف الثاني. وادي امامنا هنا راموس راسيه، وادي الهدف الجميل يا كريستيانو رونالدو النهارده فرصه اللي عايز يرفع رصيده من الاهداف يتساوى ب10 اهداف مع ليونيل ميسي هداف نادي برشلونه. وادي امامنا هنا خواكين وحديث مع حكم اللقاء، يعني كانه يقول له لماذا لم تحتسب ركله الجزاء في بدايه اللقاء؟ انت فاكر ده الامور انتهت؟ و4-0 للنادي الملكي حتى الان، وهاتريك لكريستيانو رونالدو والهدف العاشر ليه في الليغا الاسبانيه هذا الموسم. بيتشيتش العام الماضي 41 ولا 40 بقى احسبوها انتم براحتكم، لكن شوف اللمسه وشوف امامنا الكعب الطائر. ادي امامنا هنا اهو النجم الكبير هو يصارع الريح عندما يجري، وفي رشاقه الغزال هنا في هذه اللقطه النجم البرتغالي الذي ينقض على كره بمهاره.